هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. أحييكم أنا صلاح محمد زين، وأرحب بكم في ساعة اليوم الأربعاء 9 من ديسمبر، وأقدم لكم في مستهلها نشرة الأخبار. يليها مباشرة الكلمة التي ألقاها المناضل حسين خليفة في افتتاح جلسات الملتقى الوطني للتشاور الذي عقد في الفترة ما بين 27 و29 من نوفمبر الماضي بنيروبي. ثم يصحبكم زميلي يوسف بوليسي في لقاء أجراه مع الأستاذ سليمان حسين عضو اللجنة التحضيرية لملتقى نيروبي. أرجو لكم متابعة طيبة ومفيدة. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. أحبابنا ما زال في قنديلنا وهج البريق. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. لم تخمض الأشواق في أعماقنا، لن ينزوي نحن الطريق. الزاحفون مع المدى لن ينحنوا رقم المجازر والحريق. أحبابنا صوت المنتدى. في خبر هذه الساعة شريط الفيديو المسرب يطيح بمسؤول معتقل عد أبيتو. إلى تفاصيل الخبر. أفادت مصادر إذاعة صوت المنتدى أن الفريق فيليب بوسولد يوهنس وبخ في 30 من شهر نوفمبر الماضي مسؤول معتقل عد أبيتو المعروف بود كبديه بسبب تسرب شريط فيديو وثق لحالة المعتقلين والانتهاكات الجسيمة التي تمارس ضدهم داخل المعتقل سيء الصيت، والذي قام بتصويره ناشطين في الحراك الداخلي الرافض للنظام، ونشر على نطاق واسع في وسائل إعلام المعارضة الإريترية بالخارج. واستخدم فيليب بوس ألفاظا نابية في وجه مسؤول المعتقل، واصفا إياه بنعوت سوقية، وطالبه بالبحث عن الأشخاص الذين قاموا بالتصوير، وإلا فإنه ومعاونيه في إدارة المعتقل سيتحملون تبعات ذلك. وهي لغة وعيد يعاقب من وجهت إليه بالاعتقال والتعذيب حسب عرف العصابة الحاكمة في أسمرة. هذا وعقب خروج مسؤول المعتقل مطرودا من مكتب فيليب بوس، توجه مباشرة إلى المعتقل وجمع مرؤوسيه وأفراد الحراسة، وكرر نفس الألفاظ النابية على مسامعهم، وهددهم بالسجن إذا لم يجدوا عاجلا من قام بهذا العمل. وأمر بتفتيش عنابر المعتقل، مطالبا على الفور رفاقه بتسليم هواتفهم النقالة، كما أصدر لاحقا تعليماته بوضعها في مكتبه أثناء ساعات العمل اليومي. واستجابة للأوامر التي أصدرها الفريق فيليب بوسولد يوهنس، فقد منع أهالي المعتقلين من إدخال الطعام،
وتوقفت النشاطات الخدمية الإضافية التي كانت تسمح للمعتقلين بشراء ما يحتاجون من الحانوت الذي يملكه ود كبديه داخل المعتقل، فضلا عن فقدان الثقة بين المحققين أنفسهم وحالة الشك التي سادت في أوساطهم. ويذكر أن فيلما توثيقيا فريدا قد تسرب في الشهر الماضي من داخل معتقل عد أبيت القريب من العاصمة أسمرة، يحكي ولأول مرة عن حياة المعتقلين اليومية وحالة البؤس التي يعيشونها، وكان مثار اهتمام المغردين في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي الإريترية. نهاية النشرة. وفيما يلي نستمع إلى كلمة المناضل حسين خليفة التي ألقاها في افتتاح جلسات الملتقى الوطني للتشاور الذي عقد في الفترة ما بين 27 و 29 من نوفمبر الماضي بالعاصمة الكينية نيروبي. ما كازلنا قال قديم تقادلاي حسين خليفة سمعنا. أيها الأخوة والأخوات، يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم في هذا اللقاء الهام والتاريخي بالنسبة لوضعنا في إريتريا. كبرات أحوات أحد زعبا هاجراو بداينا أب زجدس تودبز مدرخزي أما نقوم كوينا نخراخب كبرات تسمعني. الشيء الثاني، نسجل شكرنا وتقديرنا للأخوة في مدرخ على هذه السانحة وعلى هذه الفرصة اللي أتاحوها لنا في هذا المقام بجهد إريتري وبمبادرة إريترية وبتمويل إريتري. ولو كنا نحن نبادر مثل هذه المبادرات لا أعتقد أن الخلاف والإطالة التي تمت في شأن الشعب الإريتري ما كانت حتطول، وخاصة بالنسبة للذين عارضوا هذا النظام. بمجمرتا نز مدرخزي زودبن زي تصوعن مدرخ ذاته مسجانا يقرب زي مدرخزي بإريتراويان توديبو بإريتراويان تعدمو بإريتراويان مولون كله بخمزي زي أمثلة كنتات زحلو فوقوانات نيرو تزخون نيرو اتي نتقاومو زنقلق ألسي كساب زحجي وان كبواتت أي مخالل نيرو نبل. الشعب الإريتري كله ناضل وساهم في مسألة التحرير بجهد كبير دفع فيه الشعب الإريتري كله ضريبة الدم والمال والهجرة، وكان يتطلع هذا الشعب إلى أنه كغيره من شعوب العالم يحرر بلده ويعود إلى بلده ويبني بلده ويجد نفسه يساهم في كل ما يتعلق بالمواطنة. حزب إريترا بكل عقمتاته تقاليسه زكالو مسوات خفيلو كم تخلو زخفو لخاء حارك خون دليت نيرو سلازي اتي يقالسي بزي درجازي كندتي نسوز تقالو سلو خون زي مخالو. أنا من ضمن الحاجات التي أذكرها بعد الاستقلال وبعد فترة سنة
1990 قابلت الدكتور حسن الترابي ووريته إنه والله الوضع الموجود في إريتريا، فمن ضمن ما قاله لي قالت المرأة الإريترية لم ترضع طفلها 30 عاما وهي مستقرة البال، ولذلك نحن لا نريد أن يكون في إريتريا الآن بعد الاستقلال مآسات أخرى وحرب أخرى. أبي كذكروز دلي دحري ناتسنت إريترا دكتور حسن الترابي رخيبه بزعبا كنتاتنا أبزعلو الكو وان زبلنيو. دكتور حسن الترابي إريتراوي تعدي 3 عمتات زاكل كسينا ودا كتتقبو أي كعادة حجي كومو زا أمثل كنتات كدقم كومو زا أمثل كنات كدقم دليتي يبلنان يلوني. أنا قلت له أتمنى إنه الله يحسب بعد كده مش تستقر وترضع ذات، لو رضعت وهي غير مستقرة يكون كويس. أنا خازول كوشو نترفز حجي سقاط بلزل خاسي ذاتو إريتراوي تأدي كيك أسنت دكا كتتقبو انت خيلة تصبغ يويلة. أنا لا أريد أن أتحدث عن الوضع الموجود في إريتريا الآن، كلنا نعرفه والعالم يعرفه، وهذا الجمع الكريم عنده التفاصيل المملة، ولذلك زي ما يقولوا بالمثل لا نريد أن نبيع الموية في حارة السقايين. يعني بزعبا كنتات حجرنا أبزي خزارة باي دليني زي أبزي تأكيبو زلو بزعبو سفيح حبريت اللو قمخا حزبنا زفلتئيو بعلمون زفلتئيو قمتي مثل عرب ماي أب إنداماي أي شيئتين يخم زبهال. سلازي نتي كنتاتنا كلها نفلتو أسلشاوي نخيكون كدقاقمو أي دلن. أخطر ما في هذا الوضع الموجود الآن أصبحت إريتريا ساحة لصراع المصالح الدولية في المنطقة، يعني نتيجة احتضان النظام لكثير من المتناقضات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط أو في منطقة البحر الأحمر. أصبحت إريتريا حسا جزء سلبي في التعامل مع ظروف المنطقة. تي تنكفو زلنا جين أبزي وان إزي كابتي أبو حجرنا نسألادي زلو حدقاتات إريترا عودي بتجراجاوي وتسعراري أهجراوي ربحتات وينا بمهلاوي. الشيء الثاني بالنسبة للمعارضة ليست أقل سلبية من النظام. هذا المعارضة بتقادم الزمن منذ الاستقلال كانت 3 تنظيم ولا 4 تنظيم، الآن واصلة. عندما دخلنا المؤتمر الوطني في أواسا كانت 34 تنظيم. كمون تقاوموا إريتراون كابتي ناي سرعت زحاشة إيو كنا بلا ينخيل لنا. سلازي أبوان بحاجراونات أنت إريترا وسنات بوليتيكا ودبات ينيران كابون ندحر كساب ناي حواسا هاجراو قبائي أبز قبرنا له زي تتحقوي زي ترابحا خنري انكلنا أبوان ناي هاجراو قبائي خبرن كله أستات 34 بوليتيكا ودبات بتسيح النيران. والقوى التي لا تتقلب على مشاكلها لا يمكن أن تتقلب على خصومها.
بمعنى نحن إذا كنا الشعب الإريتري ده ننقذه من الحالة اللي موجود فيها، يجب ونحن خارج إريتريا الآن كل الأمراض اللي كانت موجودة وكل الخلافات اللي كانت موجودة يجب أن نتركها خارجا ونخش إلى إريتريا حتى يرى النور، بدل من أنه نحن أيضا نكون المتكات اللي شايلين الحمامات بتاعنا ده ونجي نبص على الشعب الإريتري مرة ثانية. زخانة بوليتيكا وحيبتات ني شجراتو كسعر زي كئل شجراتو كسرع زي كئل ني تلاقيو كسعر أي كئلني كابزي بمبقاس نحنا أمونغنا كندزهالو يعلو تي في اللياتنا بوتو كنت حزون زقبا كساب تي نسرعتي زي أبو زلوك سلو بزيتا سلازي اتي أمونغنا زلو شجرات نابهزبي كي ساقاقر كن سرح لنا مينتي بحضار كن سرح. نحن الخلاف هو سنة البشر. كثير من الدول المحيطة بنا خاصة في منطقة القرن الأفريقي تعيش بكثير من الخلافات، لكن الناس قاعد تتفق على الكليات وتختلف في التفاصيل. الكليات معناها المتطلبات الوطنية بالدرجة الأساسية. نحن هذا الخلاف كان عنده انعكاس سلبي على جماهيرنا وعلى معنوياته وعلى دوره وعلى لجوء من البلد وكراهيته للبلد. قدر شنو فاضل لنا ذاته الآن في داخل الساحة الإريترية؟ ما عارف إذا كان الناس الفاضلين من العمر بتاعتي ده فما فوق، لكن اللي عنده قدرة عشان يطلع إذا كان يعني بنتي ولا ولد، القوة اللي تبني البلد، القوة اللي تضع تلمع البلد في المستقبل، اللي تقود البلد، هذه القوة الآن كلها خارج البلد. اللي مات منها بالبحر واللي موجود في سدات واللي وصل أوروبا واللي وصل أستراليا. ولذلك الشيء اللي أنا أراه في المرحلة القادمة، خلينا الخلاف ده ذاته نقانونه. شنو المتطلبات الوطنية في الوقت الحاضر؟ شنو الكليات اللي نحن نتفق فيها؟ وشنو التفاصيل اللي نحن نختلف فيها؟ يجب أن يتجزأ بهذا الشكل. في الليات مهلا ومن نوري زلوا يكونن أتي كل أبز كبابي زيزو زلوا حجرات في الله أبو قرن أفريقيا زلوا حجرات في الليات اللون كم خاء أتي بقدام النتاج سرعة حبراوي ربحتاتون اللون. سلزي كابانا زد النجر في الليات موجود زي كونه في اللياتنا بمسرع من محدارون يزقدس تي ناتنا في الليات بسنك خنسرعو زي مخالنا كنا محاضرو بزي مخالنا أبهزبي سلز تمحلالخه علوتاوي مغلطي يخينو علوتاوي من قد حيزو كيدو خيدو سب كساب كله نحجر كهان سخيل زنبرة حجر كفريز خيل زنبرة حجرو خجدف يتقاليسو إجامو خبركت زجوبو زنبرة يكاب كارسي خبكر غيروي سلازي نحنا حجي كنا نترز لنا نجارات في اللياتنا حدا نجار كوينو ناي حبار قدام النتاتنا انت يوم إلنا كنسرعم كنكئل علنا زي ناي حبار قدام النتات مسرع سلازي انت يكخلنا يخئل افتي حفشاوي زخونه نجارات كنسمامع انكلنا افتي في الليات بما زرزراوي انتغينوها سلازي تحفشاوي قدات انتايو وزفلالينا زلو زرزراوي قداتك انتايو إلنا كنفلي الدل يهبلنا. ودي الفائدة بتاعتها إنه إذا أنت اتفقت على الكليات ده معناها أنت
عملت نوع من الإحاطة بالقضية يعني بكاملها، والنزول إلى المستوى الوطني. ثم بعد كده تجي التفاصيل بتاعت الخلاف التنظيمي والحاجات التحدي الناس تقدر بمرور الزمن تقدر تحلها، لكن على الأقل تكون اتفقت على المسائل الوطنية العامة اللي قاعد تشكل خطر على المواطن وخطر على البلد ذاته. الآن إريتريا ماشية، إذا كان المعارضة الإريترية ضعيفة ومتمزقة ومتدابرة والنظام ضعيف وطارد لأهله، معناها ماشيين في الاتجاه بتاعت الدولة الإريترية الفاشلة. عشان ننقذ الوضع ده يتطلب مننا نتفق في الكليات ونختلف في التفاصيل. والناس اللي سلكت هذا المسلك قدرت تحيط مشاكلها وقدرت تنقذ وطنها بالدرجة الأساسية، ثم بعد كده تفكر فيما هو خلاف ثانوي تحت موجود. وبنجر نايتي أبو قدامنتات مسممة ني حجراوي حبراوي بدايات كلا يزخنا وتنقاطو نخوني كابتي بلعل حجر نبلعل هزبن أنصلال زنصلال زلو حدقات نمكتا يحجزي. سلازي إتي زرزراوي في الليات دما ناي بوليتيكاوي ودبات ريتوتات زنبالتات دلياتات كخون سلازخيل بكالأو درجة سرا كالأوي بوتخا كحز يخيلي. سلازي حجي حجراوي قدام النتات كنسما مع أبو نخللو وانات حجر إن حزبن مدحاني كادي. كنت حجي زلنا يكونتات تخينو جن تسرعات دا تداخمه أب زخدلو تقاوم حيلتات كا دا تداخمن دا تجرارمن أب زخدلو كلتي أب دا تداخمو أب زخدلو وانات تي ذكلكل حدقة فشلتي حجر مخاني. سلازم أنت زحدقة دي نمكتا كاباناز دلة أبتي حبراوي حجراوي قدام النتات كنسمع جدا كوينو يسمعني. وأنا أقول والله هذا اللقاء وهذا الجمع صحيح ما يحوي كل الناس، لكن العدد الموجود والتنظيمات الموجودة والقوى المناضلة اللي أدت دورها الموجودة هنا في هذا المكان قد يكون هو الوسيلة المثلى اللي ممكن نحن في المرحلة القادمة نوسع الماعون بتاعتها ونوصلها إلى الدرجة اللي نصبو إليها جميعا، وهو المشتركات الوطنية اللي تجمع بين الناس واللي تضع الحلول الناجعة للعمل المشترك وتزيل هذا النظام اللي سبب كل هذه المشاكل للشعب الإريتري خلال 25 سنة، ونستطيع أن نبني إريتريا اللي يجد فيها كل إنسان إريتري يجد فيها نفسه دون إقصاء لأحد ودون التقليل من أحد ودون الهيمنة من أحد. ولذلك أنا مرة أخرى أشكر الأخوة في مدرخ، وما بالضرورة يكون تنظيم، لكن هذه المبادرة اللي قاموا بها كانت مبادرة وطنية بالدرجة الأساسية، وهذه المبادرة أنا أقول والله ربما تسوقنا نحن إلى الكثير من الإنجازات المشتركة اللي كلنا نعمل فيها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برجس زي مدرخ زي
ንኩሉ ሓይልታት ዝኣከበ ከም ዘይምዃኑ ፍሉጥ እዩ ግን ድማ እዚ ኣብዚ ተኣኪቡ ዘሎ ዓቕምታትን ኣብዚ ተረኺቦም ዘለዉ ተቓለስቲ ሓይልታትን ኣብቲ ቀንዲ ሃገራዊ ጉዳያት ኣብ ዘተኩሩሉ እዋናት ነቲ ዝተረፈ ሓይልታት ኣብ መጻኢ ክስሕብ ከም ዝኽእልን ነዚ ህልዊ ስርዓት እዚ ንምልጋስ ጥጡሕ ባይታ ክፈጥር ከም ዝኽእል ይኣምን በዚ ከዓ እቲ ኣብ መጻኢ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ነብሱ ዘለልየሉን ዝውከለሉን ዝኾነ ዘይግለለሉን ዝኾነ ዘይተናእሰሉን ኩሉ ሃገራዊ ዜጋ ብምዕሩይነት እትስተናግድን እተሓቁፍን ናይ ሓባር ሃገር ንምምስራት ዕድል ዝህብ ኩነታት ንምፍጣር ድማ የኽእለና እዩ ብርግጽ መድረኽ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወላ እንተዘይኮነ ነዚ መድረኽ እዚ ብምውዳቡን ብምዕዳሙን ሃገራዊ ተበግሶ ብምዃኑ ንሕና ከዓ እዚ ተበግሶ እዚ ብዓወት ክዛዘም ዘለኒ ትምኒት ይገልጽ ويقنن. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في هذه السانحة التي نلتقي فيها بالأستاذ سليمان آدم، عضو المنتدى الإريتري للتغيير وعضو اللجنة المنظمة لملتقى نيروبي. أهلا بكم وأهلا به. أهلا وسهلا الأخ يوسف، أحييك وشكرا على الاستضافة، وأحيي زملائك في إذاعة المنتدى، وأحيي كذلك الأخوة المستمعون. طيب، كما تابعنا جميعا، شهد لقاء نيروبي تجمع متميز لعدد كبير من القوى الإريترية المعارضة في إطار تشاوري للبحث في القضايا الآنية التي تواجه مستقبل البلاد. فهل حدثنا أولا عن كيف سارت الأمور في هذا اللقاء، وما هو تقييمك الشخصي لها؟ شكرا مرة أخرى يوسف. فعلا كما ذكرت كان لقاء نيروبي أو ملتقى نيروبي في تجمع مميز، ووجهة نظري ووجهة نظر كثيرين من الذين حضروا والذين تابعوا ملتقى نجح قبل أن يبدأ، وهذا لعدة أسباب، سواء كان على المستوى الشكلي أو المضمون. فمن حيث الشكل حضرت 11 من التنظيمات السياسية البارزة في الساحة السياسية الإريترية، وحضور 11 تنظيم من مجموع 18 تنظيم، والذين كانوا وافقوا الحضور يعتبر نجاحا، ولأنه هذه التنظيمات تشكل جميع أطياف اللون السياسي في الساحة الإريترية. هذا أدى أيضا جانب من نجاحه يتمثل في تنوع الحضور من التنظيمات الإريترية. أما على مستوى المضمون، أولا هو كان مميز وناجح لجهة الروح التي سادت اللقاء في بدايته وأثناءه وفي ختامه. كانت هناك روح تختلف من كثير من اللقاءات التي أنا شخصيا شاهدتها. كان في إحساس من كل المشاركين بأهمية اللحظة، بأهمية هذا اللقاء، وبأهمية كون هذا اللقاء يختلف من لقاءات كثيرة سابقة لكونه لقاء إريتري بامتياز، بمعنى الجهة الداعية والجهة المنظمة وكلها بأيادي إريترية، وهذا أدى عنده دور في إنجاح هذا الملتقى. أعتقد هذه أول تجربة، يعني كما ذكرت أنه لأن هذا اللقاء كان مميزا لأنه كان أول لقاء يعد من قبل جهة إريترية وتحضره قوة إريترية دون أي إملاءات خارجية.
تنظيما تمويلا وإدارة كلها من بأيادي إريتريا، وبالتالي هذا أدى طابعه المميز لهذا اللقاء. والإحساس بأهمية هذا الموضوع كان مشترك بين جميع المشاركين في الملتقى، وهذا عنده دوره في إنجاح الملتقى نفسه. والجميل إنه هذه الروح كانت سائدة أثناء المشاورات وفي داخل اللقاءات الاجتماعات، أثناء المداولات الجانبية، وحتى بعد ختامه. فبالتالي هذه الأهمية كانت دائما موجودة. وكذلك هناك في إحساس عام مشترك بين جميع المشاركين أهمية المرحلة التي يعقد فيها، الظروف التاريخية التي يعقد فيها هذا الملتقى، لجهة أنه بلادنا في هذه السنوات الأخيرة وبالذات في هذه المرحلة الحرجة تواجه تحديات قد تشكل خطرا على استمراريتها ككيان. وأهمية هذا اللقاء تكون في أنه هدفه الأساسي هو البحث عن أرضية سياسية مشتركة من أطراف المعارضة الإريترية، وهذا كذلك كان بارزا. فبالتالي عودة إلى الجانب المضموني أكثر، أيضا لأنه ناقش أهم قضايا سياسية على رأسها. أستاذ سليمان، قبل الدخول في المحاور التي تم تداولها في الملتقى، أرجو أن توضح لي هل تم دعوة كل الفصائل الإريترية؟ خليني طيب أرجع أدي نبذة عن عملية التحضير نفسها إذا سمحت الأخ يوسف. جميل. ربما هذا يفيدنا. أولا عندما بدأت فكرة الملتقى قبل أن يقرر عقده في نيروبي، لما تم تداول بين المنتدى الحوار البيني بين المنتدى وبين كل التنظيمات الإريترية المعارضة، الفكرة لم تكن أن يقوم بتنظيمها المنتدى نفسه. الفكرة كانت أن تنظم من جهة تمثل كل المعارضة الإريترية، وبالتالي بدأ التشاور مع التنظيمات كل على مفردها، وحتى على مستوى الكيانات الموجودة سواء كان المجلس أو التحالف. وكان هناك مسعى لتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة تقوم بالدعوة لهذا الملتقى وإدارته، ولكن لأسباب كثيرة تتعلق بحالة المعارضة الآونة الأخيرة لم نتمكن من الوصول إلى هذا الهدف، بلوغ هذا الهدف. وعندما تمت استحالة على خلفية استحالة تشكيل اللجنة التحضيرية المشتركة كما كانت الفكرة سابقا، جاءت الآراء من مختلف التنظيمات الإريترية أن يقوم المنتدى بتنظيمها وبالدعوة للتنظيمات إلى الملتقى. هذه الخلفية. فالخلفية الثانية اللي حبيت أوضحها أيضا، الفكرة تبعت الملتقى كانت أن تدعى كل القوى السياسية الإريترية بدون أي تمييز. بالتالي المنتدى حاول يتصل بكل التنظيمات ويوجه لها الدعوة. هناك بعض التنظيمات لم نتمكن من تقديم الدعوة إليها، وهذا يعتبر قصور لأننا لم نجد وسائل الاتصال بها، أو ربما الناس اللي كانوا قائمين بتوجيه الدعوات لم يكونوا على علم بكيفية الوصول إليها. هذه قصور على كل حال استفدنا منها، ولكن الفكرة تظل أنه أن تتم الدعوة لكل تنظيم سياسي إريتري معارض. فأخيرا قدمت الدعوة إلى 19 تنظيم سياسي إريتري من داخل المجلس ومن خارجه، ومن بين 19 جاءتنا الموافقة من 18 تنظيم وحضروا منهم 11. للأسف في 5 أو 6 تنظيمات كنا نتوقعها إلى آخر لحظة، إلا أنه لم نتمكن من الحضور لأسباب لازلنا نجهلها، ونتمنى أن تشاركنا في لقاءات قادمة. هذه هي الخلفية اللي حبيت أوضحها. ممتاز جدا، وكانت مهمة في رأيي. طيب ندخل في المحاور والقضايا التي ناقشها الملتقى. المحاور الرئيسية هي أولا الوقوف أمام مكامن الضعف والقوة في كل من المعارضة والنظام. هذه كانت حاجة مهمة، لأنه كان اللقاء قسم إلى 4 جلسات. جلسة واحدة خصصت لمناقشة هذا الوضع، وهناك في أوراق بحثية قدمت لمساعدة المحاورين المتناقشين في هذه المحاور،
3 أشخاص من المناضلين القدماء قدموا أوراق حول هذه المسألة، ولأكثر من 3 أو 4 ساعات الجلسة كانت مخصصة إلى هذه المسألة، اللي هو الوقوف أمام أهم مكامن الضعف والقوة في كل من النظام والمعارضة، والوسائل الكفيلة لترجيح الكفة لصالح المعارضة حتى والسبل التواصل مع المعارضة الداخلية وبناء جسور التواصل مع المعارضة الداخلية، وكل ذلك لما له من علاقة مباشرة بالتعجيل بالتغيير المنشود في بلادنا وإقامة النظام الديمقراطي الذي نهدف إليه جميعا. هذا أول محور. ناقش الملتقى أيضا التحديات التي تواجه عملية التغيير نفسها والسيناريوهات المحتملة على خلفية كل هذه المسائل التي نشاهدها في بلادنا وفي المنطقة. وكما ناقش أيضا سبل تعزيز الوحدة الوطنية وخلق إطار للعمل المشترك ومواجهة التحديات إلى آخره. هذه أهم المحاور كما هي موضحة في البيان الختامي للملتقى. الأخ يوسف، وهل هذه المحاور أو الأوراق قدمت من المنتدى الوطني أم من شاركت فيها هذه التنظيمات؟ لا، معظمها قدمت من التنظيمات المشاركة. ممتاز. أو قد أقول الغالبية العظمى منها من التنظيمات المشاركة. هناك بعض الشخصيات الوطنية من المناضلين القدماء وبعض الشخصيات الأخرى، ولكن أغلبها هو من التنظيمات المعارضة. ممتاز. أود أن أرجع قليلا قبل الملتقى الذي عقد في نيروبي والذي كنا نتحدث عنه الآن إلى ملتقى آخر أو ورشة عمل أخرى كانت عقدت قبل ذلك في فرانكفورت. نعم. وهناك الكثير من الضبابية التي ما زالت تسود المشهد حول ما حدث في فرانكفورت، وخاصة في قضايا في قضايا جوهرية تتعلق بموضوعي اللغة والحقوق والمظالم. ماذا حدث بالضبط في فرانكفورت؟ وهل كان هنالك حقيقة تصريح من المنتدى الإريتري على لسان السيد عمد برهان في محدودية اللغة العربية وأنها لغة قومية بعينها؟ شكرا على هذا السؤال الأخ يوسف. أولا إذا سمحت لي أحب أوضح نقطة واحدة في رأيي الشخصي، لأنه أنا كنت أحد الحضور ورشة فرانكفورت. لا أعتقد يصح حصر ورشة فرانكفورت على مسألة اللغة، لأنها لم تكن الشيء الرئيسي في المناقشات وفي الهدف اللي من أجله عقدت الورشة، والروح روح التفاهم اللي تسادت بين المشاركين في داخل الورشة. أنا طبعا متابع كغيري الجدل الحاصل في وسائل التواصل الاجتماعي حول اللغة، ومن أجل التوضيح بعد ما أكد على أن الورشة في حد ذاتها كانت إيجابية وسادتها إيجابية جدا بين المشاركين، وهذا بإقرار حتى الذين أداروا الورشة اللي هو المعهد الألماني، وده كان رأي الجميع المشاركين على الأقل لما كنا هناك. فعلى كل حال هناك في جدل حول هذه اللغة، أو أنا تابعته وممكن أدي خلفية موجزة عنه. أولا مسألة كون اللغة العربية والتونسية لغات عمل أو لغات رسمية، المقترح نفسه أتى من المركز، والمناقشة بدأت من هنا. كان في محاولة من المشاركين لتغيير عبارة لغة عمل إلى لغات رسمية، ومن اعترض على هذا المقترح لم يكن المنتدى ولم يكن أي من التنظيمات السياسية. كان هناك تنظيم واحد اعترض، وبما أنه كان الوفاق ضرورة لأن تمر الفقرة مشت كما اقترحها المركز. إذن أعود مرة أخرى، المقترح أصلا هو من المعهد الألماني الذي رأى أن يدعها على هذا الشكل، وفي المناقشة كان يمكن تعديلها أو حذفها على حسب رغبة المشاركين، بما أنه لم تكن هناك موافقة جميع الأطراف أن تحذف أو تغير تمت على ذلك، لكن لم يكن للمنتدى دور بهذه المسألة. لا يعتقد. وأما ما قلته عن تصريح عند برهان، هذا كان
نقاش جانبي أتى بعد أن قال أحد القائمين الورشة عن ضرورة إعادة النظر في مسألة اللغة العربية في حد ذاتها، ليس في العبارة الواردة في البيان، ولكن في أهميتها نفسه. الاعتماد اللغة العربية رسمية كانت أم لغة عمل في حد ذاتها هو طالب إعادة النظر فيها، وبالتالي هناك بدأ نقاش جانبي حول أهميتها وجذورها التاريخية ومن أين أتت اللغة العربية وكيف تمت المصادقة عليها في البرلمان الإريتري أبان العهد الفيدرالي عام 52 وهكذا، وكل كان يشرح أهمية اللغة العربية وجذورها وتم إدخالها وما هي الصعوبات التي اعترضت إقرار اللغتين الرسميتين لإريتريا كاعتماد اللغتين الرسميتين لإريتريا التجرينية والعربية. في سياق هذا النقاش الكل كان يدلي برأيه، وهنا ذكر كثير عند برهان بأنه فعلا كان في هناك صعوبات وعدم توافق في داخل البرلمان، وبعد البرلمانيين الإريتريين الذين ينتمون إلى الحزب الوحدوي كانوا يشيرون إلى اللغة العربية باعتبارها لغة هكيدو. هذا هو السياق الذي أتت فيه هذه العبارة، وشفت ما يرد في تواصل وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك في تحريف أعتقد ليس له أساسا من الصحة. كنا نعترض على هذه التسمية، إلا أنه لم يكن في سياق مناقشة الفقرة نفسها. وأيضا كانت هنالك نقاط يعني أنا يؤخذ على المنتدى، لأنه هذه النقطة ليست خلافية على ما أعتقد الأخ سليمان. يعني الكل يقر بثنائية اللغة في إريتريا وما هي مشكلة أصلا يعني، ولماذا طرحت كنقطة أصلا في الأساس، يعني نقطة يعني اتفق عليها، لأنه الناس كلها بشكل طبيعي متفقة عليها يعني. الذي حدث لم يكن هنالك يعني مجال للاعتراض على هذه النقطة ذاتها، يعني تكون أبدا لم يكن هناك اعتراض من أي طرف. بس عشان أديك يعني خلفية لهذا الموضوع، أخي يوسف إذا سمحت لي، كل المشاركين كانوا أعطيوا 20 دقيقة لأن يقدموا للورشة تصورهم للمرحلة الانتقالية. وترى هذه التصورات أو الأوراق التي قدمت من كل الأطراف حوار إريتري بين المشاركين لساعات طويلة حول النقاط التي وردت من كل الأطراف حول القضية الإريترية بشكل عام، والقضايا المتعلقة مباشرة بمسألة التغيير والمرحلة الانتقالية. لأنه هدف الورشة الأساسية هو خلق حالة تقارب بين أطراف المعارضة الإريترية المشاركة بما يخص عملية التغيير في إريتريا وعملية الانتقال، المرحلة الانتقالية التي تلي التغيير. من هنا أتت تناول القضايا التي تمس المرحلة الانتقالية. وأثناءها كان المركز عين مجموعة من المراقبين المستغلين كانوا يسجلوا نقاط الاتفاق الواردة في الأوراق المختلفة للمشاركين، وفي ختامها أتوا بعدد من النقاط التي قدمت باعتبارها نقاط وردت في كل الأوراق ويمكن الاتفاق حولها. هذا ما قالوا هذه النقاط التي رأيناها أنكم متفقون عليها، وبالتالي يمكن مناقشتها فقرة، وإذا اتفقتم عليها لا تعتمدونها في بيان ختامي. هكذا بدأ النقاش. فإذا النقاط اقترحها المركز نفسه. وأتذكر أول تعليق من أحد القائمين على الورشة فيما يتعلق بثنائية اللغة العربية، قال ما يلي، وأنا أذكره جيدا. حتى كان حصل نقاش بعد الكلام الذي ورد من أحد القائمين بالورشة. هذه يبدو أنكم كل الحضور متفق على ثنائية اللغة، إلا أنني شخصيا أرى إعادة النظر فيها، ولا يصح أن تظل اعتمادها لأنها تم اعتمادها عام 52. فهنا بدأ النقاش. نقاش كان اعتراض على ما قاله هذا الشخص الذي كان أحد الذين يديرون الجلسة أو الذين اقترحوا هذه النقاط.
لم يرى أحد مننا قطعا أهمية هذا الكلام، لأنه إذا كان الغرض من الورشة هو وصول إلى تفاهمات ونقاط مشتركة، لماذا فتح الدعوة إلى النقاش حول قضايا أصلا هو نفس الشخص أو اللجنة نفسها التي قامت بالمقترح ترى أن حولها كان إجماع. أيوه. فهنا هو في هذا السياق أتت كل هذه الأشياء التي قيلت والتي جزء منها ورد في التواصل الاجتماعي وجزء منها في رأي مضاف ومبالغة، ولكن النقاش نفسه في حد ذاته تلا ما قاله أحد أعضاء اللجنة التي اقترحت الموضوع للاعتراض على ما قاله. الفكرة وصلت. هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق بالإقرار، ما كان في أي جدل حول الإقرار نفسه في أي من المشاركين. حصل شوية جدل عندما حاولوا البعض منا تغيير عبارة لغات العمل باللغة الرسمية، وهنا اعترض تنظيم واحد ولذلك تم تجاوزها لأنه لم تمر النقطة إلا طبعا هي نقطة تحسب أو تؤخذ على ملتقى فرانكفورت، لأنه اختزل اللغة العربية من لغة رسمية، ويختلف أن اللغة تكون رسمية واللغة تكون لغة عمل، واختزلها في لغة عمل طبعا كما قلت، وهذا يؤخذ على ملتقى فرانكفورت يعني في كثير من الآراء التي ظهرت بعد ذلك حول هذا الموضوع. والله في رأيي الشخصي أخي يوسف هي قضية في النهاية ترجع للإرثيين لنا نحن، لأنه لم يكن بمقدور وإن كان اقترحها كنقاط لم يكن بمقدوره ما لم يقر المشاركين لم يكن بمقدوره اعتمادها. المركز نفسه لم يكن له دور، لأنه هناك غيرها من النقاط اللي كانت وردت في المقترح وتم إلقاؤها لأننا لم نتوافق حولها. مثل مثلا تخفيض عدد القوات المسلحة الإريترية مثلا، دار حوله نقاش كبير وبالتالي تم حذفها، وهناك مواد عدلت، وهذه النقطة أيضا كان يمكن تعديلها أو حذفها إذا أراد المشاركون، ولكن طرف إريتري رفض تعديلها ولذلك تمت المصادقة عليها كما هي. فلا بد من التنبيه على أنه هي مسؤولية إريترية وليست مسؤولية المركز. شكرا حول للتوضيح الأستاذ سليمان. بالعودة إلى نيروبي، ننتقل إلى نيروبي. ماذا بعد؟ ما هي الآليات التي اتفقت عليها للتنسيق والعمل المشترك؟ نيروبي ماذا بعد؟ طبعا يعني نيروبي باعتباره أول لقاء إريتريا زي ما ذكرناه بالمستوى اللي ذكرناه والروح التي سادت، هناك نقطتين أساسيتين تم الاتفاق حولها. أولا إن تشكيل اللجنة كما ورد في البيان تقوم بالتشاور مع كل القوى التي شاركت في الملتقى والتي لم تشارك في الملتقى أو التي لم يتم الدعوة إليها بسبب أو لآخر. بعد التشاور مفروض تتقدم بمقترحات محددة تضع فيها تصور للمرحلة المقبلة، وكذلك مسودة البرنامج العمل المشترك، وتدعو إلى اجتماع مماثل نأمل جميعا أن يكون في المستقبل القريب حتى تتم المصادقة عليه. فبالتالي الاجتماع المقبل سواء كان في نيروبي أو في غير نيروبي عليه المسؤولية أن يقرر الرؤية المشتركة وكذلك برنامج العمل المشترك واتفاق على آليات تنفيذها على أرض الواقع. فهذا ما خرج به المؤتمر وما هو إلا بداية لعمل. ألم تحددوا زمن معين لإنعقاد الملتقى الآخر الثاني القادم؟ في هناك اتفاق عام على أن لا تطول المدة، ولكن تركت التفاصيل للجنة نفسها باعتبارها يعني تشكل من جميع القوى التي شاركت، هي كفيلة أن تحدد المدة، فبالتالي المسألة تركت للجنة أن تحدد، لكن هناك في تفاهم عام على أن لا تطول. هل تم تكوين اللجنة أستاذ سليمان؟ اللجنة في إطار التكوين وسوف يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة القادمة. أوكي، أشكرك على هذا التوضيح لأنه مهم جدا
حول آليات والفترة الزمنية، ونتمنى أنه تكون في القريب العاجل يعني كما ذكرت. السؤال الآخر واللي هو يؤخذ عليكم يعني تهميش دور الشباب والمرأة في ملتقى نيروبي. هل هنالك توسع لمنبر الحوار وإشراك منظمات مدنية ونسوية ومنظمات شعبية أخرى؟ والله أثرت نقطة يعني مهمة جدا الأخ يوسف. غياب المرأة أو نسبة تمثيل المرأة في العمل السياسي الإريتري هو شيء مهم جدا وتمت مناقشته بإسهاب. وهذا الملتقى هو أساسا مخصص للقوى السياسية. هناك في الأجندة برامج أخرى مماثلة للجمعيات الشبابية ولمنظمات المجتمع المدني. فلم يكن هناك تهميشا أساسا في الأجندة كما قلت. في أشياء أخرى سوف نشهدها عما قريب إن شاء الله. أما لكن بالنسبة لموضوع المرأة تحديدا تم استثناء، بما أنه معظم أو أقدر أقول جميع الوفود المشاركة التي تمثل التنظيمات الإريترية من العنصر الرجال، تم استثناء هذه المسألة ودعينا شخصيات وطنية إريترية نسوية حضرت الملتقى، وتحدث المشاركون كثيرا حول هذه المسألة، حول ضرورة تبني سياسات تشجع مشاركة المرأة في العمل السياسي الإريتري. ممتاز جدا. لأنه نحن نتحدث عن نصف المجتمع، وفي الحقيقة المرأة هي كل المجتمع، ودورها في النضال ودورها في المرحلة التي نعيشها كبير جدا. بالتالي يعني تهميشها أو عدم إشراكها في الحوار السياسي الذي يجري في المرحلة هذه طبعا يعني يعتبر تخاذلا ويؤخذ علينا. يعني أشكرك على كل حال على هذه التوضيحات. أتفق معك تماما، وكذلك هذا كان رأي جميع الحضور، وبالتالي هناك في اتفاق عام على بذل كل الجهد حتى تكون مشاركة المرأة أفضل مما هي عليه. ولكن من باب المعلومة أود أن أقول حتى في هذا الملتقى كان حضور المرأة الإريترية يشكل حوالي 15%. ممتاز من بين الحضور، فلم تكن غائبة يعني، لكن نتمنى للأكثر. أستاذ سليمان، لو انتقلنا لنقطة أخرى يعني تتعلق بالملتقى أو بالمعارضة بشكل عام، يعني الدور العالمي والإقليمي الذي وعلاقته بالقوى المعارضة الإريترية، يعني هل ممكن نحدد أطراف والمصالح والانفعالات وانفعاله في هذا الوضع يعني بشكل عام؟ إذا فهمت سؤالك، أعتقد إريتريا بلد ذو موقع استراتيجي، وبالتالي عرضة كذلك لمصالح إقليمية ودولية. ومسألة التغيير في إريتريا لا تعني الإريتريين فقط، أو الاستقرار في حد ذاته في إريتريا بما فيه التغيير والديمقراطية والانتقال وكل هذه المسائل، تعني كذلك الأطراف التي لديها مصالح في إريتريا. إلا أن هناك مشكلة أن إلى حد الآن المعارضة الإريترية لعدم قدرتها على أن يكون لها صوت واحد لا زالت دون المستوى في أن تكون طرفا في المعادلة السياسية وأن تجذب إليها اهتمام المجتمع الدولي والإقليمي. وهذا جانب من الأشياء اللي ناقشها هذا الملتقى. وفي هناك نية للعمل بمجرد ما أن تتوحد المعارضة الإريترية وتتحدث بلغة موحدة، لا بد أن تجد الدعم الإقليمي والدولي بشكل أفضل مما هو عليه. ممتاز جدا. طبعا بعض التغريدات أو بعض التعليقات التي ظهرت عقب انفضاض ملتقى نيروبي تتحدث عن أن المعارضة تجتمع لتتفرق، فهل هنالك ضمانات لعدم حدوث ذلك أخ سليمان؟ الذي شاهدته أو الأجواء التي عشناها في أثناء 3 أيام في المؤتمر بالعكس من ذلك كلها هي مدعاة للعمل
وهناك تفاؤل يسود جميع المشاركين. نعم. ولكن علينا العمل أكثر، إلا أن هذه المحطة التاريخية اللي هي نيروبي يمكن الاستفادة منها حتى نعيد الأمل للمواطن الإريتري. طيب، في سؤال آخر يتبادر برضو أو شوية تحدثت عنه بعض الأقلام أو كتبت عنه بعض الأقلام، يشكك في قدرة المنتدى الوطني الإريتري للحوار في لعب دور إيجابي قيادي لإحداث التغييرات المطلوبة في إريتريا. ما رأيك في ذلك؟ أنا في اعتقادي لم يكن المنوط به أن يلعب الدور القيادي. هو كما عبر عن ذلك في برنامجه، هدفه الأساسي هو العمل على تقريب وجهة النظر لأطراف المعارضة الإريترية. المعارضة الإريترية متوحدة، هي قادرة أن يخرج من بينها قيادة سياسية يعني قادرة على قيادة المرحلة. فالقيادة ليست لمنتدى ولا لأي من الأطراف الإريترية. لابد أن تتحد المعارضة الإريترية، ليس بالمعنى الاندماجي، ولكن التوحد حول رؤية سياسية مشتركة أو خلق أرضية سياسية مشتركة، والاتفاق على آليات يشترك فيها الجميع، ومنها يأتي بروز القيادة السياسية التي بإمكانها قيادة المسيرة السياسية. فالقيادة ليست لأي من الأطراف، ولكن لكل الأطراف مجتمعة، ومن يخرج منها هو الذي يتمتع بالشرعية. ومجرد ما تتمكن من خلق هذه الأرضية المشتركة هناك إمكانيات إريترية لا بأس بها، ولا أظن ولا أعتقد أنها سوف تكون مشكلة القيادة مشكلة كبيرة. مشكلتنا هي الوحدة حول الأرضية السياسية المشتركة والآليات المشتركة، ولكن ليس هناك غياب كفاءات إريترية. شكرا جزيلا. في ختام هذا اللقاء أستاذ سليمان، ما هي رسالة الملتقى للإنسان الإريتري الذي يعيش في المهجر، والإنسان الإريتري الذي يعيش ويكابد الأمرين في قبضة النظام الإريتري، نظام أسمرة؟ ما هي الرسالة التي يمكن توجهها؟ الكلمة الأخيرة التي بودي أن أوجهها لكل الإريتريين هو أولا أهمية العمل بشكل موحد، وأهمية التركيز على المشتركات، وتأجيل الخلافات الثانوية إلى مراحلها، إعادة ترتيب أولوياتنا. أدعو من لم يشاركوا من القوى السياسية أن يشاركوا في الملتقى القادم، وأهمية استقلالية القرار السياسي. دونها المعارضة السياسية لا تتمكن أن تقوم بواجبها وبمسؤولياتها. فكل هذا طبعا عشناه ورأيناه في الملتقى، والجميع كذلك أكد عليه أهمية القرار السياسي الإريتري. تكون في إمكانيات الإريتريين أن يتولوا زمام الأمور. نقطة أخيرة، ربما برضو دائما عندما نتحدث عن المعارضة نتجاهل وجود الجزء الأكبر من المعارضة في داخل إريتريا، فبالتالي أهمية خلق جسر التواصل بين المعارضة الخارجية والمعارضة الداخلية هو بالتأكيد سوف يقصر أمر النظام في إريتريا. بالتأكيد. شكرا لك أستاذ سليمان، وأتمنى أن نلتقي مرة أخرى في سانحة أخرى، وإلى اللقاء. وأشكرك على الاستضافة، وإلى اللقاء. أحبابنا دق الجدار بالحق لنصنع مجدنا. أحبابنا دق الجدار بالحق لنصنع مجدنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لا تسكتوا فالصمت يطمس صوتنا. أحبابنا لن يختفي وضح النهار في أرضنا. صوت المنتدى.
وبهذا وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة اليوم، وحتى نلتقي وإياكم في الأسبوع المقبل كونوا بخير.